السلام عليكم. النهارده طالعه اتكلم معاكم عن الماسكارا اللي عملت ضجه كبيره وهي ماسكارا هاي سكاي من ميبلين. تعالوا نشوف رايي ورايكم انتوا كمان، يلا بينا. الباكج بتاعها شيك جدا، والمنتج اللي بتاعها والبرودكت حتى مش بتكتل خالص وانتوا بتاخدوها، بالعكس خالص. وزي ما انتوا شايفين ادي الفرشه بتاعتها طويله. اول عيب فيها هي السوفتنس اللي فيها، طريه جدا. كان عيب فيها بالنسبه لي، ما كانتش ميزه، لان الحركه دي ما بتخليش اتحكم فيها وانا بدي، وده كان اول عيب. العيب التاني فيها وهي رقه هنا الرموش. بتطول الرموش، بتطول، لكن بتبين قوي الرمش رمي. لو كانت رموشك قليله ومش كتير هتوضح عدد رموشك بالظبط، ومش بتكثف، مبينه ان رموشك قليله لكن طويله. اهلا وسهلا. دي تقدري تعدي انا عندي كام رمشه على الطبيعه. سوادها عادي جدا. لو رموشك قليله زي حالاتي ما انصحكيش بالفرشه دي. العيب التاني اللي رموشك بقت فيك قوي وناشفه قوي وواقفه، مش ناتشورال ومش عطياكي لوك ناتشورال وطبيعي. في الرموش التحتانيه بقى كانت عكس كده تماما، زي ما انتم شايفين. سوادها اكتر، تكثيفها اكتر، ومطوله الرموش. كان ميزه حلوه جدا فيها. الماسكارا دي تنفع اكتر رموش السفليه، حبيتها جدا تحت اكتر من فوق. وباختصار شديد، الماسكارا من الدراج ستور، سعرها حلو. البنات اللي رموشها كتير وتقيل، سوادها في الرموش السفليه وتكثيفها احسن كتير من الرموش العلويه. وبس كده، ده كان رايي. يا ترى انتوا كان رايكم ايه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنت. اشوفكم دايما على خير. باي.